هو ايه يا جماعه حكايتنا مع الرومانسيه اللي اتعلمناها من الافلام دي؟ بصوا، اللي هو ده هيزعل مننا ناس كتير قوي، خصوصا بقى جيل التسعينات واوائل الالفينات. اصل بصراحه بقى احنا جيل اتربى على افكار توكسيك جدا، بس متغلفه بشويه مزيكا حلوه ومشاهد رومانسيه. يعني عندك مثلا فيلم تيمور وشفيق، الحدوته تبان من بره حلوه جدا، اتنين بيحبوا بعض من هم عيال صغير وبيكبروا سوا لحد ما يتجوزوا، تحفه. بس تعالى بقى نبص على العلاقه من جوه. تيمور بيتحكم في شفيقه كانها عروسه لعبه، خروج لا، سفر لا، تشتغل كمان لا. طبعا بقى ده غير الغيره الاوفر والخناقه الفاضيه والمليانه. يا اخي ما تضربها بالنار احسن يا سق. ايه اللي انت لابساه ده يا شفيق؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ بدله وكرافته؟ انا قايله لك احنا رايحين عيد ميلاد في بيت مش فرح في الشيراتون. ولما هو عيد ميلاد في بيت، ايه اللي موديكي بالمايوه يا شفيق؟ الكبيره بقى، الفيلم اللي حقق اعلى ايرادات، عمر وسلمى. الفيلم المصنف رومانسي كوميدي، وانت لو رجعت تشوفه دلوقتي هتضحك فعلا، بس مش على الفيلم، على نفسك. ازاي كنت بتشوف الهبل ده؟ شاب في جامعه، خمرجي، فاشل، متحرش، ونسوانجي. كوكتيل ابليس نفسه ما يعرفش يعمله. هيحب بنته وهيتجوزها، بس لازم بقى البهارات بتاعتها. ورقه وقلم مكتوب معايا ست الكل، معلقه كبيره غيره اوفر، معلقه صغيره عصبيه وضرب، مع رشه خيانه. لا، كنت حبة ملح وفلفل. وفي الاخر بقى ايه؟ بوكيه الورد وبحبك يا سلمى تحت البلكونه. عمر انا بكلمك بصلي. حتى لو كنت غلطانه، مش انا خالص اللي اتعامل بالاسلوب ده. عصبيه وزعيق وجرجره قدام الناس. انا مش واحده من الزباله اللي بتعرفهم. ما تخلصي بقى. والموضوع خلص على كده. قائمة الأفلام دي بقى فيها حبة حلوين، يعني خد عندك مثلا عن العشق والهوى، واحد صحيح، سلم والتعبان، في غيرهم كتير أوي. والموضوع بقى ما وقفش عند الأفلام وبس، إنما أنا بقى عندي قائمة أغاني يتعمل بيها محضر في الاسم، بس دي خليها في حلقة لوحدها. لكن اللي محدش بيقوله بقى إن العلاقات دي بتخلص بطريقتين، يا بلوك يا سين من غير ما حد يرد. وكلنا قاعدين عند السيرفس بنتعالج من العبط ده. الحب الحقيقي هنا من غير أفوارة وتحكم، الحب الحقيقي في احترام ومساحه شخصيه وامان. قولوا لي بقى في الكومنتات ايه الفيلم التوكسيك اللي خلانا نحب بعض غلط، عشان اللي محدش بيقوله لازم يتقال.